برشلونة وإشبيليا لقاء في الجولة 23 من الدوري الإسباني. هذا تحدي جديد لفريق برشلونة بعد فوزه على فالنسيا بكأس الملك. المباراة راح تكون في أرض إشبيليا في ملعب رامون سانشيز. برشلونة إذا ما أراد المنافسة على لقب الدوري الإسباني عليه إنه يفوز على فريق إشبيليا في ملعبه. طبعا إذا فاز برشلونة على إشبيليا بصير الفارق مع أتلتيكو مدريد الثاني نقطة، ومع متصدر ريال مدريد نقطتين. برشلونة كالعادة راح يلعب معتمدا على الانتقال السريع من خط الدفاع إلى الوسط إلى الأطراف اللي هم لامين يامال ورافينيا لاختراق دفاعات إشبيليا، مع تقدم خط الدفاع على منتصف الملعب والاعتماد على مصيدة التسلل، خاصة أنه ملك مصيدة التسلل اللي هو مارتينيز وقائد خط دفاع برشلونة عاد من الإصابة، متوقع أن يلعب أساسي اليوم. في الجانب الآخر فريق إشبيليا تحسن يعني عن بداية الموسم، خاصة في النواحي الدفاعية، وهو قوي جدا في ملعبه. لكن نتمنى انه برشلونة يستطيع انه يفوز على فريق اشبيليا ويكون كل اللاعبين في يومهم. تشكيلة برشلونة المتوقع لهذه المباراة: في حراسة المرمى تشيزني، في الدفاع بالدي، كوباسي، كوندي ومارتينيز، في خط الوسط كاسادو، بيدري، جافي، في خط الهجوم لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا. تشكيلة فريق اشبيليا المتوقع: في حراسة المرمى نايلاند، في خط الدفاع خوانيلو وبادي وجوديل وسلس، في خط الوسط سود وأوغوم وساول، في خط الهجوم لوكا بيكو وروميرو وفارغاس. توقعاتي لنتيجة مباراة برشلونة وإشبيليا هي فوز فريق برشلونة بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.